4 الفجر بتوقيت جرينتش، 7 صباحا بتوقيت مصر، والذهب فتح عند 4250 سعر إغلاق يوم الجمعة. أعلى نقطة جبناها 4271، وأقل نقطة جبناها 4219. والثلاث عوامل اللي اتكلمت فيهم امبارح اللي هم أدوا إلى صعود الذهب الصعود الجنوني ده لا زالوا موجودين. الإغلاق الحكومي لسه شغال في أمريكا، ومع ذلك يوم الجمعة امبارح أعلن مكتب العمل إن يوم الجمعة الجاية هيطلع مؤشر أسعار المستهلكين، أهم بيان اقتصادي بيعتمد عليه الفيدرالي فيما يخص معدلات الفايدة. رقم 2 إن إحنا عندنا 28 أكتوبر خبر الفايدة من أمريكا. رقم 3 الحرب التجارية بين أمريكا والصين لسه شغالة ما فيش جديد. ورقم 4 وده اللي استجد إن الرئيس الأوكراني لسه بيشعر بخيبة شديدة بسبب التنازلات اللي طلبها منه ترامب فيما يخص ملف الحرب الروسية الأوكرانية. يبقى إذا الأسباب اللي أدت إلى صعود الذهب الفترة اللي فاتت لا زالت موجودة. مفيش ما يدعو إلى توقعنا بانخفاض أسعار الذهب الفترة اللي جاية إلا لو حصل جديد في الأربع ملفات دول.